السلام عليكم متابعين مصر زمان. النهاردة معانا حكاية مثل عند أم لطفي اللي بتنور وتطفي. المثل ده بيتقال لأي شخص مخادع ماكر ما بيوفيش بالعهد. يا ترى مين هي أم لطفي؟ تعالوا نعرف ايه قصة المثل ده. أم لطفي هي السيدة نعيمة محسن الجللي، كانت سيدة شعبية من حواري السيالة ببحري في الإسكندرية، وكانت متزوجة من الحاج حوضة لطفي الهردي، أكبر كومسيونجي في الأربعينات. كان غني جدا، وكان الحاج حودة متزوج من 3 نساء قبل السيدة نعيمة، لكن ما كانوش بيخلفوا غير بنات. الحاج حودة بيحلم بالولد اللي عايزه يحمل اسمه، فالحاج حودة اشترى عربية بكار جديدة لتكون هدية لمن تجيب له الولد. العربية البكار دي كان زمان في موديلات اسمها عربيات بكار. وراحت السيدة نعيمة عملت حيلة، هي قالت له انها حامل، واتفقت مع ام حسن الداية بخطف مولود ولد من احدى الزباين بحجة انه لم يعيش المولود. ونجحت الخطة، واوهمت السيدة نعيمة زوجها بانها انجبت الولد اللي انتظروا كتير ليحمل اسمه، واطلق عليه لطفي. وحينها استحقت السيدة نعيمة السيارة البكار، وكانت أول سيدة في بحري تمتلك سيارة، وكانت مرغمة باستعمال إضاءة السيارة الرعاش بصفة دايمة، حتى اشتهرت في جميع الإسكندرية بأم لطفي اللي بتنور وتطفي. وبعد مرور سنوات، عندما أحست أم حسن الداية بسكرات الموت، أخبرت الحاج حودة بالمكيدة التي وقع فيها، وانتشرت قصة أم لطفي في جميع أنحاء اسكندرية. ومن ساعتها استخدم الناس مصطلح عند أم لطفي اللي بتنور وتطفي، كناية على المكيدة والخداع وعدم الالتزام بالعهد والكذب. وهي دي قصة أم لطفي. شكرا للمتابعة.